بيتي فور بقى وغريبه. وبصوا انا هروق عليكم السنه دي. زي ما انتم شايفين كده، دي احسن طريقه لبسكويت الكيس بالبرتقال. اللي عايز يعمله نشادر يحط نشادر، بس بلاش بيكنج باودر. المعلقه الصغيره اللي احنا حاطينها على كيلو دي شيلوها وحطوا ربع معلقه صغيره من النشادر. طبعا زي ما سمعتوا كده وزي ما انتم شايفين الهشاشان اللي جواه ومقرمش من بره وناعم من جوه. كوبايه الشاي بلبن بقى بعد صلاه العيد كده، واحلى بسكوت في الدنيا. مبدئيا كده هنسمي بسم الله وتعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه بجيب 600 جرام من الزبده، وتكون زبده لينه، تكون طريه جدا. تكون خارجه من التلاجة، بس في نفس الوقت عايزه تكون طريه. كل ما هتبقى ناعمه معايا كل ما هتديني نتيجه احسن. بديها معلقه كبيره من الزيت، وطبعا عشان ما اطولش عليكم بضرب العجين كويس جدا. مفيش شك طبعا لو عندي عجان هيديني نتيجه او افضل نتيجه كمان. بس انا بشتغل بمضرب كهرباء، اللي عنده مضرب سلك مفيش مشكله. لازم اوصل لقوام كريمي للزبده ومبيبقاش فيها اي تخريز ولا اي حاجه مكتله. بعد كده بنزل ب 400 جرام من السكر البودره بعد ما الزبده تنعم. السكر البودره ضروري جدا نختار نوع كويس، عشان في انواع بيبقى فيها مخلوطه بالدقيق ومخلوطه بنشا فبتدينا نتيجه وحشه في الاخر وبنهدر الخامات. ضروري نعم السكر مع الزبده كويس ويكون منخول كويس جدا. بنزل ب4 بيضات مع رشه فانيليا، وهديها اسانس برتقال، فما تكتروش لا من الاسانس ولا من الفانيليا عشان ما يمررش مننا. يا دوب نقطتين كده بس من الاسانس تدي ريحه البرتقال. عايز احط بشر البرتقال مفيش مشكله. بضرب الكلام ده كله، ضروري ينعم. كل الخطوات لازم الزبده تنعم فيها كويس جدا. بعد كده بنزل ببيضه بيضه وببدا اضربها كويس. لو البيض عندي حجمه صغير ممكن ازود واشتغل ب5 بيضات، بس ما كترش عن كده. طبعا في ناس ما بتعتمد ان هي ما تحطش بيكنج باودر ولا نشادر ولا الكلام ده كله، بيعتمدوا على ضرب العجين. خدمة العجين كويس هي اللي هتعمل معانا الهشاشان والكلام ده كله. انا بصراحة ضفت معلقة صغيرة من البيكنج باودر علشان تبدأ تديني نتيجة احسن كمان. بجيب كيلو من الدقيق الخاص بالكحك والبسكويت، اديله ذرة ملح صغيرة جدا مع معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر. دي متعدد الاستخدام، هيظبط معاكم كل حاجة بس هيختلف في القوام، فانتوا عايزين تمشوا على نفس المقدار ونفس النتيجة اللي انتوا هتشوفوها في الاخر. يبقى دي خاص بالكحك والبسكويت. بعد كده بدخل الدقيق كويس جدا وبشتغل بايديا كده، ما عجنش كتير عشان ما افضيش الهواء منها. وسامحوني بقى على المنظر، انا بشتغل كده بايديا لان انا لو اشتغلت بجلافز ولا باي حاجه هيلزق فيها وههدر خامات، فانا يعني مش عايزين نهدر اي حاجه يعني. بعد كده بجيب كيس الحلواني اللي هشتغل بيه، وزي ما انتم شايفين دي البلبله اللي انا هشتغل بيها للبسكويت. عايزين تقلبوا البسكويت من تحت لفوق كده باي معلقه سلك ومفيش مشكله، بس ضروري ما تقلبوش فيه كتير علشان ما ينشفش منكم وما تفضوش الهواء اللي جواه اللي احنا بنعتمد عليه. يلا بينا، احنا كده جاهزين نحضر بقى الصواني بتاعتنا. وببدأ اشكل البسكويت بتاعي زي ما انتم شايفين الطول اللي انتوا عايزينه. بصوا ما شاء الله بيتشكل معايا بمنتهى السهولة. وكل ما العجينة تخلص معايا ببدأ اجيب العجينة مرة تانية وبقسم الكيس على 2. الجزء اللي تحت بشتغل بيه والجزء اللي فوق بزود بيه عجين زي ما انا عايز. خلصت صينية في التانية في التالتة ما شاء الله. الفرن بيكون شغال على درجة حرارة 180. هيدخل معايا تقريبا حوالي ربع ساعة 16 دقيقة بالظبط كده يخلص معايا. لقيته محتاج سنة لون بس من فوق، ممكن اشغله الشواية بس ما كترش عشان ما ينشفش مننا. صينية في التانية في التالتة وما شاء الله. عايز اقول لكم عامل معايا مقدار كويس جدا ويدخل الفرن على طول. ما تسيبوش بره الفرن كتير علشان ما يفرش ويطرد الزبدة اللي جواه. هيبدأ يفرش معاكم، هتلاقوا هنا كده حتى كام واحدة فرشت مني شوية، بس ده بس عشان تسوية الفرن. بس كده يبقى عملنا احلى بسكويت بالبرتقال في الدنيا. عايزين تحطوا نشادر حطوا نشادر بدل البيكنج باودر. كده نكون عملنا بسكويت البرتقال بطريقه سهله جدا. بكيلو دقيق و600 جرام من الزبده عمل معانا كميه حلوه قوي. اعملوا الحاجه في البيت، الحاجه سهله، بلاش نشتري حاجه من بره. هيطلع معاكم كميه تكفيكم الفتره اللي جايه كلها. اكتبوا لي بقى تحت في التعليقات كده ايه اكتر حاجه بتحبوها من حاجه العيد.